قليل الوزير الأول الصحراوي عبد القادر طالب عمر. إذن 40 سنة مرت على الاستعمار المغربي للشعب الصحراوي، سنوات عانت فيها الأهالي الصحراوية ويلات التعذيب والقمع من قبل الشرطة المغربية. ذنبها الوحيد أنها تطالب بحقها في الحرية في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. تفاصيل أكثر مع سيد أحمد هديبل. هكذا يلتزم الاحتلال المغربي بقرارات مجلس الأمن الدولي بقمع المتظاهرين الصحراويين المطالبين بحقهم في تقرير المصير في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. عدة ملفات نعالجوها في فائدة القضية الصحراوية، نذكر منها بالأخص هي التنديد بخروقات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية. التنديد يكون بمشاركة وسيعة مع لجان مساندة أخرى في بلدان أخرى ضمن شبكة دولية اللي يعطينا الثقل والوزن لهذا التنديد. 40 سنة من الاستعمار والمعاناة تفنن فيها نظام المخزن في تعذيب وقمع الشعب الصحراوي. يرى فيها الخبراء أنها مدة طويلة ولا بد من تكثيف الجهود لإيجاد حلول سريعة. نعتبر أن القضية الصحراوية قد استغرقت الكثير من الوقت، الآن 40 سنة، استغرقت الكثير من المجهودات، الكثير منها يعني أخذت مجهودات الدول سواء المعنية أو الاتحاد الإفريقي، المنظمة الإفريقية سابقا والاتحاد الإفريقي حاليا، وكذلك المنظمة الأمم المتحدة. إذن هذا أنه حان الوقت لتصفية هذه القضية وإيجاد الحلول المناسبة له. دعم القضية الصحراوية في المحافل الدولية وضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بات أكثر من ضرورة لتصفية آخر مستعمر في إفريقيا.